ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد من قناتي قناة بيت العز. هنعمل مع بعض النهارده كيكة الشوكولاتة، وهي كيكة سهلة جدا وبسيطة ومش بتاخد مكونات كتير ولا حاجة. الكيكة دي انا عاملاها النهارده لعشاق الشوكولاتة، يعني لو انت من مدمنين الشوكولاتة زي حالتي كده قومي بسرعة اعمليها معايا. هي المكونات بتاعتها بسيطة، مش بتاخد مواد كتير. من اسهل الكيكات اللي بعملها في 10 دقايق، وكل افراد الاسره هتحبها، لان هي فعلا الكيكه نفسها بتبقى جميله جدا، والشوكولاته كده بتبقى مغرقاها وحاجه وهم، زي الكيكات اللي هي بتتقدم لنا في الكافيهات بالظبط. نخش على طول في المكونات. عندي كوبايه ونص من الدقيق، هنحط عليهم كوبايه من السكر وكوبايه من اللبن، كوبايه الا ربع زيت. يبقى هقول تاني: عندي كوباية ونص دقيق، كوباية سكر، كوباية لبن، وكوباية الا ربع من الزيت. المكونات دي كلها هتاخد 3 بيضات، 3 بيضات، و3 معالق كاكاو، وكيس من البيكنج باودر، وكيس فانيليا، وكمان رشة ملح، وغطا من الخل الأبيض. هنقول المكونات تاني. هي خدت يا جماعة معايا كوباية ونص من الدقيق، عليهم كوباية من السكر، وكوباية الا ربع من الزيت، كوباية الا ربع من الزيت، وكمان هتاخد معايا كوباية لبن، 3 بيضات، 3 معالق من الكاكاو الخام، وانضف نوع كاكاو هو الكاكاو الخام الاسباني، كيس بيكنج باودر، وكيس من الفانيليا، ورشة ملح، وغطا من الخل الابيض. مكوناتها سهلة جدا وبسيطة، موجودة في كل بيت. الدقيق ده دقيق ابيض عادي، يعني دقيق مخبوزات او الدقيق اللي عندك، يعني دقيق متعدد الاغراض. جبت كوبايه ونص ونخلتهم كويس، وده كاكاو، وانضف انواع الكاكاو واجودها هو الكاكاو الخام الاسباني، بنجيبه من عند اي عطار. اول حاجه هنجيب كوبايه السكر ننزل بيها في الخلاط، بعد كده كوبايه الا ربع من الزيت نزلنا فيه، كل الكيكه هتتعمل في الخلاط. وعندي هنا كوبايه اللبن برضو حطيناها، اي لبن عندك، لبن مبستر او لبن بلدي، والثلاث بيضات، 3 بيضات عشان الحجم بتاع الكيكة يبقى حلو. وكمان طالما في بيض في الوصفة هننزل بكيس من الفانيليا عشان يضيع لنا ريحة البيض. بعد كده هننزل بالرشة بتاعة الخل، يعني غطا خل كده، وهنروح على طول نضرب المكونات دي مع بعضها في الخلاط، نضربها ضربة كويسة جدا لحد ما يظهر رغاوي بيضة كده من فوق. بعد كده هنضيف بقية المكونات، هنحط الكاكاو اللي هما 3 معالق من الكاكاو، وبعد كده كمان هنحط اللي عندنا، طالما حطينا المواد السائلة مع بعض يبقى نحط بقى المواد اللي هي ايه، الكاكاو والدقيق برضو مع بعض. والدقيق دوت انا نخلاه، لازم تنخلي الدقيق كويس جدا قبل ما تحطيه في اي وصفة. دول كوباية ونص قلنا من الدقيق، وكمان هنحط رشة ملح، وكمان هنفتح عليهم كيس من البيكنج باودر. سهلة جدا وبسيطة يا جماعة، مش بتاخد اي مجهود. جربي تعمليها مش هتبطلي تعمليها نهائيا، بجد من اطعم الكيكات. وهنضرب برضو كل المكونات دي مع بعضها في الخلاط. بعد كده جبت صينية مقاسها 24 او اقل او اكبر زي ما تحبي، وجبت مكعب زبدة. كل اللي انا هعمله اللي انا هدهن الصينية دي كويس بمكعب الزبدة علشان الكيكة ما تلزقش. طب انا هدهنها بمكعب الزبدة وهسيبها كده؟ لا، بعد ما ندهن الصينية بمكعب الزبدة دي، طالما الكيكة اللي انا عاملاها كيك شوكولاتة يعني كيك غامق، هندهن بمكعب الزبدة وهنبدر او هنعفر الصينية بالكاكاو. ده في حالة لو كيكة غامقة، كيكة شوكولاتة. طب لو عاملة كيكة فاتحة زي كيك البرتقال، هنعفر الصينية بالدقيق، يبقى هندهنها بالزبدة لو كيكة فاتحة ونعفرها بالدقيق. لو كيكة غامقة يعني بالشوكولاتة هندهنها بالزبدة ونعفرها بالدقيق زي ما انتم شايفين كده. يعني هنحط شوية كاكاو ونوزعهم في الصينية. دي صينية مقاسها 24، انتي حابة تعملي بقى 26 او اكبر مش هتفرق. بعد كده هجيب الخليط بتاعي اللي انا عملته كله في الخلاط، وهنزله في الصينية كده زي ما انتم شايفين بالتساوي. انا عايزة اقول لكم الكيكة انا عملتها يعني عملتها النهاردة، ما شاء الله خلصت بالليل من طعمتها، والله حلوة جدا.
بس كده بعد ما حطيت الخليط بتاع الكيكة في صينية، هخبطها كده خبطتين عشان لو فيها اي هوا يخرج. وبعد كده الصينية دي هتخش الفرن، حطها على الشبكة في الرف اللي في النص، وهتاخد بالظبط 40 دقيقة. 40 دقيقة يعني او اكتر، 5 دقايق حسب الفرن بتاعك. كده خلاص الكيكة خلصت. المرحلة التانية هي مرحلة الصوص. هنعمل ايه؟ الصوص يا جماعة بياخد نص كوباية من السكر. ده الصوص اللي احنا هنحطه على الكيكة. نص كوباية من السكر، نحط عليهم 3 معالق من الكاكاو الخام. بعدين ال3 معالق دول برضو هزود عليهم كيس نسكافيه. يعني 3 معالق من الكاكاو الخام دول انا حطيت عليهم كيس نسكافيه عشان يخلي طعمها زي طعم الكيكة اللي فعلا بناكلها من بره. قبل النسكافيه انا حطيت معلقتين دقيق، يبقى انا حطيت تاني عشان ما نتلخبطش. حطيت نص كوبايه سكر، عليهم 3 معالق من الكاكاو الخام، وحطيت عليهم معلقتين دقيق كبار. ليه دقيق؟ علشان يمسك المكونات. طب ليه مش نشا؟ عشان لو حطينا نشا هتقلب معانا المهلبية شوكولاته، وده احنا مش عايزينه، عايزين صوص شوكولاته. وفتحت عليهم كيس من نسكافيه، وكمان حطيت كوبايه من اللبن، كوبايه صغيره مش كبيره. وهنميكس كل المكونات دي مع بعضها كويس جدا على البارد، يعني قبل ما نولع النار. قلب 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 كده لحد ما كل المكونات دي بتختلط مع بعضها، والبودرة بتاعت الكاكاو ما بتبقاش باينة هي والدقيق. هنقلب كويس جدا. هي دلوقتي الكيكة في الفرن قلنا هتقعد 40 دقيقة، مش اقل ومش اكتر. ممكن تاخد معايا 5 دقايق زيادة حسب نوعية فرن، بس هي فعلا بتاخد 40 دقيقة. قلب قلب قلب. انا مش عايزة اي حاجة من البودرة بتاعة الكاكاو دي تبقى باينة، او البودرة بتاعة الدقيق. قومي يلا بقى اعملي الكيكة دي، هتعجبك جدا بجد. انا عملتها يعني شكروني عليها جدا، وكان طعمها تحفة زي الكيكات اللي هي بالشوكولاتة الجاهزة اللي احنا بنجيبها من بره. بجد والله هتعجبكم جدا. حاجة حلوة كده تفتح نفسنا. كده خلاص الصوص بتاع الشوكولاتة بدأ يتقل ويوصل للقوام المطلوب اللي انا عاوزاه. بصوا خلاص كل المكونات اختفت، والصوص بتاع الشوكولاتة تقل. بعد ما الصوص يتقل هجيب مكعب واحد من الزبدة واحطه على الصوص. ليه مكعب الزبدة ده؟ علشان بيدي طعم غني كده للشوكولاتة. طب لو ما عنديش زبدة حطي معلقتين من الزيت عادي جدا. ما عنديش زيت هنحط معلقة من السمنة، ما تعطليش. وهنقلب برضو كده لحد ما مكعب الزبدة بتاعنا ده يدوب كده في الشوكولاتة. كده خلاص تقريبا كان صوص الشوكولاتة انتهى، وعملناه ما خدش مننا وقت خالص. حلو جدا. يعني انا وانا واقفه بعمله كنت عامله بدوقها بالمعلقه، عامله زي الشوكولاته السبريد اللي هي بتتباع بره في بطرمانات. تحفه. هنا كنت خلاص خلصت الصوص. هنروح بقى نصبه في اي كوبايه كده علشان نسيبه يبرد ونروح نزين بيه الكيكه لما تطلع. بصوا هنا القوام بتاعها تقيل، بتاع الصوص تحفه، مش خفيف ولا حاجه، لا زي صوص الشوكولاته اللي بنجيبه من بره. هنا كان الوحش بتاع الكيكه ده طلع من الفرن. بصوا يا جماعه شكلها عامل ازاي، جميلة طرية جدا وريحتها تحفة. بصوا وسفنجية قوي، عاملة زي الكيكة اللي احنا بنشتريها من بره. نجيب سرفيس كده ونقلب الكيكة بتاعتنا بالمنظر ده. بصوا هنا بعد ما قلبتها جبت الصوص بتاع الشوكولاتة، وهبدأ بقى اغرق الكيكاية بتاعتي دي بالصوص الخطير اللي انا عاملاه. غرق 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 كده. يعني عشاق الشوكولاتة انتوا فين؟ قومي يلا اعملي الكيكة دي دلوقتي، هتشجعك جدا وهتعمليها كل يوم. بصوا كمية الصوص جه بالظبط على قد الكيكة. يامي يامي، حاجة بجد تفتح النفس. بس هنا خلاص كنا غرقناها، وهنا كنت خدت حتة علشان ادوقها معاكم كالعادة. بص الصوص داخل جوه ازاي،
طعمها بجد يا جماعة خطير، والله خطير بدون مبالغة. بصوا غرقانة بالصوص، غرقانة. لو عجبكم بقى الفيديو بتاعي النهاردة، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وكمان ما تنسوش اللايك لو الفيديو عجبكم. ما تنسوش، انا تعبت في الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك، والاهم من ده كله ان انتي تقومي تجربي الكيكة الجميلة دي. اشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامة.